موضوع العلامات التجاريه من الموضوعات المهمه لاي صاحب شغل، اي صاحب عمل عنده علامه تجاريه وهو بيسجلها او هو بينشئها من البدايه. الافضل ان هو يتعامل مع حد متخصص في اجراءات تسجيل علامات تجاريه، عشان المتخصص ده هيفيده في حاجات كتير جدا، من ضمنها ازاي علامه تتقبل، ايه الشروط اللي بيجب توافرها في العلامه عشان يتم قبولها، لو انا قدمت العلامه دي ايه اللي ضمان ان هي تتسجل اصلا، لان انا ممكن اقدمها وبعد سنه او بعد سنه ونص يتم رفضها، وبالتالي ابدا من جديد بعد سنه ونص من تاريخ شغلي باسم جديد تاني، هتبقى مشكله كبيره ومشكله اكبر. ازاي اختار الاسم بشكل صحيح بشكل قانوني يتوافق مع القانون، ايه الفئات اللي انا بسجل عليها عشان اضمن ان العلامه التجاريه بتاعتي تكون سجلت بشكل صحيح، الاجراءات اللي المفروض تتبع عشان العلامه تكون سجلت بشكل صحيح، والمواعيد القانونيه اللي ارد بيها على القرارات اللي هتطلع من جانب الاداره العامه للعلامات التجاريه وانا بسجل العلامه. لو العلامه بتاعتي تم رفضها هعمل تظلم ازاي، وهينفع اعمل تظلم ولا لا، المواعيد القانونيه اللي اقدم فيها تظلم، لو التظلم بتاعي اترفض ايه اللي ممكن اقدمه بعد الرفض، هينفع اعمل طعن في المحكمه ولا لا، العلامه بتاعتي بعد ما تتسجل هجددها ازاي، العلامه بتاعتي بعد ما تتسجل وهي بينشر عنها في الجريده الرسميه هتابع اجراءات النشر عنها في الجريده الرسميه ازاي، لو في حد بيقدم علامه شبيهه لعلامتي هقدر اقدم فيه معارضه ازاي. كل ده بيقدمه لك المتخصص في اجراءات تسجيل علامات تجاريه. لو انت ما عندكيش حد متخصص في اجراءات تسجيل علامات تجاريه كل اللي انا قلته ده مش هيتعمل.